نبدأ بإذن الله تعالى ونشرع أيها الأخوة الكرام في شرح جملة من متون المعتقد. ففي هذا الفصل الأول ستكون في رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وهي على الترتيب الذي عندكم. نبدأ بالقواعد الأربع أولا، ثم في ثلاثة الأصول، ثم في كتاب التوحيد. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على إتمام ما هممنا به وعزمنا عليه. والغرض من هذا السير على هذا النحو لأن هذه جادة أهل العلم في القرنين السابقين، فنحن تبع لعلمائنا. وثانيا لأن الواجب على طالب العلم أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه عند قوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال رضي الله عنه: الرباني هو الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. فبعد هذا سأبدأ بذكر 5 مقدمات، إذا ضبطتها يا طالب العلم سهل عليك بإذن الله تعالى ما بعدها. وهذه المقدمات مفتاح لكتب الاعتقاد. المقدمة الأولى بين يدي القواعد الأربع: اعلم يا طالب العلم أن علم التوحيد أشرف العلوم إطلاقا. أن علم التوحيد أشرف العلوم إطلاقا، وذلك لأمور. الأمر الأول أن شرف العلم يشرف بشرف المعلوم، كما بين هذه قاعدة جماعة من أهل العلم منهم القرطبي وغيره، بأن شرف العلم يشرف بشرف المعلوم. وعلم التوحيد يتعلق بالله وحقوقه وأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا كان الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، فالعلم به أعظم من كل علم. الأمر الثاني في بيان أن علم التوحيد أشرف العلوم أن أول أمر في كتاب الله هو بالتوحيد. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالقرآن عند ابتداء قراءته لا تجد أمرا، إنما في بدايته كله أخبار وثناء على الله. فتبدأ بالحمد لله رب العالمين حتى تنتهي من الفاتحة، ثم تشرع بسورة البقرة ألف لام ميم، إخبار كله ذلك الكتاب لا ريب فيه، حتى تصل إلى أول أمر وهو يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فكان أول أمر في كتاب الله هو بالتوحيد، فلذلك كان التوحيد أعظم ما أمر به، والعلم به أشرف العلوم. الأمر الثالث أن الغاية من خلق العالمين وإرسال المرسلين هو توحيد رب العالمين. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فغاية إرسال الله سبحانه وتعالى الرسل لأممهم وأقوامهم هو أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فبذلك أصبح توحيد الله هو أعظم ما يتعلمه العبد، فلذلك نبدأ به قبل أن نبدأ بغيره من علوم الشرع. المقدمة الثانية في تعريف التوحيد لغة وشرعا. أما التوحيد لغة هو من وحد يوحد توحيدا، أي جعل الشيء واحدا ونسبه للوحدانية، أي جعل الشيء واحدا ونسبه للوحدانية. وشرعا تعريف التوحيد شرعا هو إفراد الله بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إفراد الله بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. المقدمة الثالثة: قسم
أهل العلم التوحيد باعتبارات كثيرة، ولا منافاة بين هذه التقاسيم، لأن كل تقسيم يكون باعتبار مختلف عن الآخر. فيا إخوان، أهل العلم قسموا التوحيد باعتبارات مختلفة، فتجد من قسمه إلى قسمين وقال قال التوحيد ينقسم إلى توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات كابن القيم وغيره. ومنهم من قال التوحيد قسمان، توحيد علمي أو توحيد طلبي أو عملي. ومنهم من قال التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام، توحيد في الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهذه التقاسيم يا إخوان كلها صحيحة ولا منافاة بينها، لأن كل عالم يقسم التوحيد باعتبار مغاير عن تقسيم العالم الآخر. فلو أتى إنسان وقسم دولة معينة وقال أهلها الذين يقطنون في هذه الدولة ينقسمون إلى قسمين، إلى أغنياء وفقراء، وأتى آخر فقال في هذه الدولة أن شعبها ينقسمون إلى قسمين، إلى عرب وعجم، فهذا قسم باعتبار وذاك قسم باعتبار آخر، وكل التقسيمات صحيحة، لكن اختلفوا في الاعتبار الذي من أجله قسموا هذا التقسيم. فكذلك أهل العلم، فلا يرتاب طالب العلم عندما يجد العلماء يقسمون التوحيد، فهم يقرؤون كتاب الله ويقسمون التوحيد باعتبارات مختلفة. وأشهر هذه التقاسيم أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام، وهو القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث في توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فتعريفه هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله كالرزق والخلق والإحياء والإماتة وغيره من الأفعال. فهذا هو تعريف توحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله كالرزق والخلق والإحياء والإماتة. ونقول الرزق ولا نقول الرزق، فالرزق هو فعل الله وهو الذي ينتج عنه الرزق، أما الرزق فهي العين المرزوقة، فهذا من الفروق بين الرزق والرزق. وأما دليل توحيد الربوبية قوله تعالى، آيات كثيرة في ذلك، منها قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذه أدلة فيها إفراد الله بالربوبية، فالله هو المنفرد بربوبيته. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، ودليل هذا التقسيم قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ففي هذه الآيات فيها فائدة أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده دون غيره. القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وتعريف هذا التوحيد هو إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، إفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى. فقد يشترك يا إخوان، فقد يشترك الخلق مع الخالق في أصل معاني الصفات، ولكن التوحيد الواجب علينا في هذا الباب، أعني باب الأسماء والصفات، هو إفراد الله بالصفات الكاملة التي لا نقص فيها. فقد يقول قائل: كيف نوحد الله بصفاته
مثل صفة السمع أو صفة البصر أو صفة الغضب أو صفة الفرح، وهذه الصفات نجدها عند المخلوقين. فالمخلوق يسمع ويبصر، إنا جعلناه سميعا بصيرا. وكذلك المخلوق يرضى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله. وكذلك المخلوق يغضب، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابي: لا تغضب. والله سبحانه وتعالى كذلك يغضب، كما قال تعالى عن نفسه: وغضب الله عليهم. وكذلك يفرح، كما جاء في الحديث: الله أشد فرحا بتوبة الرجل. فما المراد بالتوحيد هنا؟ إذا كان الخلق يشترك مع الخالق في هذه الصفات، فالمخلوق له صفة الفرح والله له صفة الفرح، والمخلوق له صفة السمع والله له صفة السمع. لكن التوحيد الواجب علينا في هذا الباب هو أننا نوحد الله في الصفة الكاملة. فسمع الله هو سمع لا نقص فيه بوجه من الوجوه، يسمع جميع الأصوات بمختلف الجهات على جميع اللغات سبحانه وتعالى، بخلاف سمع المخلوق فسمعه قاصر. فعائشة رضي الله عنها عندما أتت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عند الباب تستمع ما تتكلم به المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمعها، فأنزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك. فقال سبحانه: من وسع سمعه الأصوات. فالتوحيد في الأسماء والصفات، وسيأتي بإذن الله في شروح الكتب المتقدمة البسط في هذا الموضوع ونفصل فيه أكثر، لكن الواجب عليك أن تعرف في بداية الأمر أن توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بالأسماء الحسنى، أي التي بلغت الحسن غايته، وإفراده بالصفات العلى، أي صفات لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بخلاف صفات المخلوقين. فأنت بهذا الاعتبار أنت وحدت الله، ولا تعتبر مشركا كما قال الزنادقة. بعضهم يسم كتاب التوحيد لابن خزيمة بأنه كتاب الشرك. لماذا؟ لأنه وصف الله سبحانه وتعالى بصفاته اللائقة به، فعندما رأوا أن هذه الصفات عند المخلوق فقالوا أنتم أشركتم، فنقول نحن وحدنا الله، وتوحيده في هذا الباب هو إفراده بما يليق به وبما يختص به. تنبيهات حول هذه المقدمة، وهي المقدمة الثالثة، أن دليل تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة هو الاستقراء. والاستقراء نوعان كما عند الأصوليين: استقراء تام واستقراء ناقص. والحجة عند الأصوليين هو الاستقراء التام. فالاستقراء هو أن أهل العلم استقرأوا كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وسلم فوجدوا ما يتعلق بحق الله لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: إما يتعلق بربوبيته وأفعاله، وإما أن يتعلق بما يستحقه من العبادة فهذا توحيد الألوهية، وإما أن يتعلق بما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات العلى فهذا هو توحيد الأسماء والصفات. فلا يشغب مشغب بأن بعضهم يسم أهل التوحيد بأن هؤلاء شابهوا النصارى والعياذ بالله، كما أن عند النصارى الأقانيم الثلاث فهؤلاء قسموا التوحيد أقسام ثلاث. فنقول هذا جهل وسخافة، لأنكم تقسمون الأركان، أركان الصلاة، إلى 14 ركنة، وتقسمون فروض الوضوء، وتقسمون واجبات الحج، وهكذا. ودليل في ذلك استقراء. فكذلك في التوحيد هو كله موجود هذا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أهل العلم استقرأوا وبينوا أن ما يتعلق بحق الله لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فدليلنا هو الاستقراء. والتنبيه الثاني أن هناك من قسم التوحيد إلى 3 أقسام قبل أئمة الدعوة النجدية، لأن بعضهم يلمز ويهمز بأئمة الدعوة النجدية وأئمة التوحيد بأنهم هؤلاء أحدثوا تقسيما للتوحيد لم يسبق، بل سبق الإمام المجدد وأئمة الدعوة وغيره من علمائنا سبقوا بهذا التقسيم. ممن قسم
تقسيم التوحيد إلى هذه أقسام أبو حنيفة رحمه الله، كما في الفقه الأكبر، وابن منده كما في كتاب التوحيد، وابن جرير الطبري في تفسيره، وابن تيمية، وابن القيم، وابن أبي العز الحنفي كما في شرح الطحاوية، وجماعة من أهل العلم. ومن أراد الاستزادة فليراجع كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى. المقدمة الرابعة في تعريف الشرك وأقسامه. اعلم حفظك الله بأن الشرك تعريفه هو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره. وعدلنا في تعريف الشرك إلى لفظة الجعل لأمرين، أحدهما موافقة الخطاب الشرعي، فالجعل هو المستعمل في خطاب الشرع لبيان الشرك، كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وكما في حديث ابن مسعود: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والأمر الثاني الذي جعلنا نعدل في تعريف الشرك إلى لفظة الجعل دون غيره أن الجعل يتضمن تأله القلب وإقباله، وهذا المعنى غير موجود في كلمة غير الجعل. أما تقسيم الشرك فينقسم الشرك إلى قسمين، ينقسم الشرك إلى قسمين، إلى شرك أكبر وشرك أصغر. ودليل التقسيم إلى هذين القسمين الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فدل أن هناك شرك أكبر وأصغر. فدليلنا في أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. أما تعريف الشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. وأما الشرك الأصغر فاختلف أهل العلم في تعريفه، فمنهم من حده بحد ومنهم من عده عدا، كما ذكر ذلك عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. وأفضل ما حد فيه مما يزول به الإشكال حوله إن شاء الله هو أن نقول في تعريف الشرك الأصغر: جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. الشرك الأكبر ذكرنا أن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، أي لا يبقى معه إيمان، كصرفك العباد لغير الله. أما الشرك الأصغر فهو جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان لا أصله، كالحلف بغير الله. إذا لم يصاحب هذا الحلف اعتقاد بالمحلوف فيه كاعتقاد الله في التعظيم فهذا الحلف هو أمر خاص بالله، ولكن جعلك الحلف لغير الله هو جعل شيء من حق الله لغيره مما يزول به كمال الإيمان لا أصل الإيمان. ودليلنا بأن لا يزول معه أصل الإيمان بأن الصحابة حلفوا بغير الله فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ولم يأمرهم بتجديد إيمانهم، فهذا دل على أن حلفهم بغير الله هو جعلهم شيء من حق الله لغيره مما يزول به كمال الإيمان لا أصله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله. ولو كان ما فعلوه يزول به أصل الإيمان لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إيمانهم وبإعادة دخولهم للإسلام. المقدمة الخامسة في بيان هل الشرك الأصغر يغفر أم لا. هل الشرك الأصغر يغفر أم لا؟ على قولين. القول الأول أن الشرك الأصغر كحال باقي الذنوب من الكبائر بأنها تحت المشيئة، قد يغفره الله وقد لا يغفرها. والقول الثاني أنه لا يغفر،
واستدلوا بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقالوا بأن هنا الحرف المصدري أن والفعل المضارع المقرون به يشرك يسبكان لمصدر، فيكون إن الله لا يغفر إشراكا به، والشرك هنا المصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فيعم كل شرك، الشرك الأصغر والأكبر، فكلاهما لا يغفران مع اختلاف بينهما، وسيأتي ذكر ذلك بأن الشرك الأكبر يختلف ويفارق الشرك الأصغر بأن صاحبه أي صاحب الشرك الأكبر يخلد في النار، أما الشرك الأصغر لا يخلد، وكذلك بأن الشرك الأكبر صاحبه مهدور الدم ويحل دمه، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فأما الشرك الأصغر فصاحبه ليس مهدور الدم. فالخلاصة بأن اختلف أهل العلم في الشرك الأصغر في غفرانه، هل يغفر على قولين، القول الأول أنهم قالوا كحال باقي الذنوب من الكبائر أنه تحت المشيئة، والقول الثاني أنه لا يغفر، واستدلوا كما ذكرت لكم بقول تعالى إن الله يغفر أن يشرك به، ووجه استدلالهم ذكرناه لكم بأن الحرف المصدري مع الفعل المضارع عن ويشرك يسبكان لمصدر إشراكا، والمصدر نكرة في سياق النفي فتعم كل شرك، فيكون الشرك الأصغر ممن لا يغفر. وما معنى قولنا أو قول الذين ذهبوا إلى أن الشرك الأصغر لا يغفر؟ ما معنى قولهم بأن الشرك الأصغر لا يغفر؟ هل معناه أنه صاحبه مخلد في النار؟ لا، ولكن المعنى أن الشرك الأصغر يدخل في الميزان، على قول من يقول بأن الشرك الأصغر لا يغفر، معناه أنه يدخل في الميزان بعد أن يقرر الله ذنوب العبد فيعفو عمن شاء أن يعفو عنها. أما الشرك الأصغر ليس داخلا في عفو الله، بل يدخل في الميزان، فإن رجحت الحسنات دخل الجنة، وإلا فيعذب بقدر الذنوب ثم يدخل الجنة. فهذا معنى قول من قال بأن الشرك الأصغر لا يغفر، قالوا بأنه يدخل في الميزان، وهو لا يدخل في عفو الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعده وقال لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولا وعيده على قول الأصح، فالله سبحانه وتعالى لا يخلف وعيده، وتوعد الله سبحانه وتعالى بأن من وقع في الشرك الأصغر بأنه لا يغفره، فلذلك لا يدخل في عفو الله. فعند وزن الأعمال يكون الشرك الأصغر في الميزان، فإذا رجحت كفة الحسنات نجا ودخل الجنة، وإن طاشت كفة السيئات عذب بقدر ما عنده من الذنوب، فإذا نقي خرج، إذا لم يكن يقارب شرك الأكبر خرج بإذن الله تعالى وبعفوه ورحمته إلى الجنة. بعد هذا أو بعد ذكر مقدمات سنشرع بإذن الله تعالى في المجلس القادم بشرح المتن، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.